مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا في الدرس الثاني من دروس ايزي انجلش بالدارجه في دروس رايتين. درس اليوم ان شاء الله غادي يتمحور حول description of a person. كيفاش نوصفوه، شنو هما لي ستيب اللي غادي نوظفو، وكذلك باش نوصفوا اي شخص او لا description of a person في رايتين في اللغه الانجليزيه كنعتمدوا على بزاف ديال الحوايج، منها النيم ديالو، الريليشن شيب العلاقه ديالو بيا انا كشخص او لا بالشخص الاخر، الايج ديالو او لا العمر، الهايت الطول ديالو، الويت الوزن ديالو، وفيس ايز وهير يعني الوجه، العينين والشعر ديالو، وبيرسون كواليتيز يعني الصفات الشخصيه ديالو، بحال دابا نايف، بحال دابا كنقولوا عليه good person, friendly، وكذلك والاتيتيود ديالو to other persons ولا attitude ديالو of other people، يعني كيفاش كيشوفوه الناس اخرين، يعني انه reliable يعني معتمد عليه، friendly صديق. باش نزيدو نتعمقوا غادي ندرسوا كل حاجه بوحديتها. مثلا نيم ساره، علي، بيتر، مارك، احمد، ياسين اتسترا. ريليشن شيب بحال دابا العلاقه ديالو بيا كما وصفنا قبيله، فريند، بوي فريند، جيرل فريند، فيونسي، براذر، تيتشر، بيست اكتر اتسترا. يعني العلاقه ديالو بيا صديق، صديقه، خطيب، خطيبه، اخ، استاذ، ممثلي المفضل، وكذلك الايج يعني تينيجر، يعني جون، يعني في اوائل العشرينيات ديالو مثلا، او لا من سن 15 ل 20. يونغ يعني شاب، ادلت يعني كبير، ميدل ايج يعني متوسط العمر، in his 20s في سنواته العشرين، 30s 30 كذلك. وعندنا الهايت اللي هي short tall medium average height، يعني short قصير، طول طويل، medium متوسط، average height يعني متوسط طول. عندنا الويت ديالو اللي هو الوزن، سليم يعني رقيق، فات غليظ، سكيني رقيق. الفيس ديالو راوند، اوفل، فريكت، ورينكلد، يعني داير ولا طويل ولا مربع ولا رينكلد يعني مستدير. عندنا ايز يعني بيج، سمول، وبلاك يعني كبار، صغار، كحل، قهويين، زرق. كذلك الهير ديالو، الشعر شورت، لونج، بلاك، ستريت، وفيفي ولا كيرلي، يعني الشعر ديالو واش طويل، قصير، كي داير حالو، يعني واش مجعد ولا يعني مبشور عادي. الكلوتس ديالو اللي هما الملابس، فورمال يعني فورمال يعني كرافطه وكوستيم، ولا كاجوال يعني عادي، ولا سمارت يعني ذكي في اللباس ديالو. عندنا البيرسونال كواليتيز يعني تالنتد موهوب، سمارت ذكي، عندنا برينلي يعني مجتهد. واخر حاجه اللي نهضروا عليها هي attitude of other people، يعني شنو كيظنوا فيك الاخرين، يعني منظور الاخرين اليك، يعني trustworthy يعني مؤتمن عليه. عندنا reliable معتمد عليه، honest صادق، gorgeous و polite يعني polite يعني لطيف، وكذلك يعني جميع الاوصاف اللي كنقصد كذلك يعني وعليه ومثاله. اما حاليا غادي ندخلوا ان شاء الله لوان باراغراف اساي اللي هو فقره واحده من الرايتين اللي غادي نوصفوا فيه الشخص. عندنا غادي نعطيكم واحد المثال، ويمكن لنا في بلاصه الاقواس نعوضوا باسم الشخص على حسب شنو حنا محتاجين، على حسب السؤال اللي هو مطروح علينا. كمثال the person that I like the most is، الشخص الذي احبه كثيرا هو، يعني السميه ديال الشخص غنكملوها. He is ولا she is my best friend, my cousin, my brother, my sister, my teacher, my favorite actor. يعني هذا الشخص هو شكون هو. موراها غادي ننتقلوا I met him ولا her، التقيته، فين التقيته، at a school، at a party، ولا a restaurant، يعني فين تلاقيته يا اما في سكول في المدرسه، ولا في شي حفله، ولا في ريستورون، ولا في شي سفر، ولا في ترين، ولا فهو كذلك. فين تلاقيته مثلا في مراكش، لندن، باريس. from that time on يعني منذ ذلك الحين. he ولا she has been my favorite and admirable person، يعني أصبح هو الشخص المفضل عندي والمعتمد عليه. مثلا السمية ديال داك الشخص، أحمد، ياسين اللي قلنا عليهم النعيم ديالو. is هو يعني student ولا journalist يعني تلميذ أو لا صحفي، player لاعب الكرة، artist فنان، شي حاجة. his age ولا she is he is مثلا، والايج ديالو يعني 17 18 24 35 الايج ديالو. he is ولا she is
medium height ولا very tall ولا شي حاجة. الفيس ديالو his face is rounded مثلا her eyes مثلا is brown his hair is curly يعني شعره داك داير مكريبي. she usually wears يعني she usually wears يعني دائما ما ولا عادة ما تلبس مثلا casual clothes يعني ملابس عادية ولا ملابس سبور. موراها غندوزو كما قلنا هي ولا شي البيرسونال كواليتيز يعني كي داير سمارت تالنتد موهوب ذكي شي حاجة أخرى. مثلا غنجيو للآخر وغنقولو مثلا السمي ديال داك الشخص is الاتيتود ديال other people about him يعني كما قلنا reliable admirable friendly ولا شنو كيظنوا عليه. وهو كذلك يعني هو مثال غير المهم ان الاساس هو يعني داكشي اللي من غير الاقواس كيبقى سيمبل يعني نقدروا نعتمدوا عليه كمثال وما بين الاقواس يقدروا نغيروه على حسب داكشي اللي عطيتك في الاول من لو 1 لو 5. للتوضيح اكثر اللي بالكحل ها هو حاليا ما كيتغيرش ولكن اللي بالاحمر يمكن لينا نبدلوا فيه كما بغينا. المثال اللي امامنا انا مصاوبو على واحد الشخص اللي انا يعني كنحتارمو اللي هو صديق ديالي غنبداو عليه for example the person that I like the most is Sufyan. He is my best friend. I met him at my childhood at the age of 13 in Fez. From that time on he has been my favorite and admirable person. Sufyan now is a police officer in Araba. He is 30 years old. He is very tall and fit. His face is cute and one of the persons who have baby faces. His hair is black and his eyes are black. He usually wears cool and young clothes and sometimes sports. His personal qualities are smart, talented, loyal, also the type of person that jump into fire for you. Sufyan is working with others towards a common goal, being resourceful with everyone, working through difficult circumstances and being kind to others. كما هو موضح في هذا المثال اللي امامنا ان اي حاجه بالكحل ما كتغيرش. المتغيرات او اللي كيتشونجاو هما اللي بالاحمر واللي بالاحمر كيقدروا نبازيو عليهم على حسب الليفل ديالنا ولا المستوى ديالنا في اللغه الانجليزيه. يعني فور مي انا خدمت شويه بليمون اللي هما التكنيك صعاب ولكن بالنسبه للاخرين يقدر اي واحد يعتمد على المستوى ديالو. وفي الاخير كما عودناكم في رايتينغز غادي نعطيكم واحد التاسك او واحد المهمه اللي هي describe a person. من خلال هذا الجدول اللي هو اونفاس معنا كل واحد فيكم يقدر انه يجاوب ويصيفط ليا وانا غادي ندير الماكسيموم ديال جهدي باش نرد على كل شيء. وشكرا بزاف لكم على المشاهده.